السلام عليكم. صباحكم مساكم فرحة. في 5 كلام تعال اقول لك ازاي كتبت رواية في 6 اشهر بس قبل كده تعال اقول لك انا مين. انا اخوكم احمد نصر، باحث اجتماعي وكاتب وممثل مسرحي من السويس، وانا بعرض لكم روايتي الملتقى. نلتقي حينما يحين الوقت، عندما يأذن القمر أزور حياتك وألتقي بجسدك اللابك، حين أرى ما تعيشه وكيف سأعبث معك. لو جبت مشروباتك من معرض القاهرة وحاسس إن في حاجة لسه ما جبتهاش، لو في جيبك 120 جنيه مش عارف تعمل بيهم إيه، لو بتدوروا على حاجة فانتازيا وبتحبوا الدراما الاجتماعية يبقى أكيد هتحبوا الملتقى زيي. الملتقى بتجسد حياة الشباب واللخبطة اللي بنعيشها بعد سن ال20، وبتسلط الضوء على المشكلات النفسية اللي بتمر بيها كل شخصية في الرواية، فلتتوقعوا الأحداث ولتلتقوا معهم. بنلتقي في الملتقى ب9 شخصيات، لكل شخصية حياتها الخاصة، مع ميكس كل شخصية بتعرف التانية منين. اكتشف مع يرفين وآيلا سر العالم، ومع يوي ولاتين بنعرف الاختلافات البيولوجية والنفسية بين الولد والبنت، وازاي ممكن تأثر الهرمونات على تصرفاتنا وتلفت الغير لغة أجسامنا. بنعيش مع نسمة لحظات من اللطف تجمع بينها وبين حبيبها مجدي، اللي بيثيروا الشك عندما يجمعهما الفروش. فهل ستكتمل حياتهما سويا أم إنها ستنتهي فور ما بدأت؟ هنحاول نجاوب على تساؤل يوي، هل هيلاقي السكينة مع لاتين أو يرفين بعدما رحلت أيلا من حياته؟ وإيه اللي ممكن يلفت نظر يوي للما؟ وهل هشام تلميذ جد يوي بيساعد يوي ولا ليه مصلحة من وراه؟ وإيه دور لاتين في حياة يوي؟ هتخون صداقتها مع يرفين ولا الموضوع اللي بعد تاني؟ ثواني بس، هو مين الساحن أوزار؟ شوقتكوا صح؟ الرواية كلها 270 صفحة. لو حابين نشتري النسخة دلوقتي هنلاقيها على منصة بيفار ومنصة السماوي، أو كلمني على واتساب. ولو انتوا من السويس فكده هستناكم في معرض الكتاب اللي في السويس في آخر 8، وهستنى رأيكم في الكومنتات أو على الواتساب على نفس الرقم. الرواية منشورة سنة 2025 من دار فصحى للنشر والتوزيع. استنوا، رايحين فين؟ مش عايزين تعرفوا ازاي كتبتها في 6 اشهر بس، وبناء الحبكه بين 9 شخصيات وصنع الدراما الملائمه ليهم. عايز اقول لك الاول ان نسخه الملتقى دي هي النسخه السادسه ليها. بدات كتابه اول نسخه في سنه 2020. كانت في البدايه عباره عن دراما تقليديه بين ادم وعهد، وفي طرف تالت مجدي ومنى، وجاسر جبته عشان منى متبقاش لوحدها. طبعا مش محتاج اقول لك عهد بقت مع مين. آدم وعاد مولودين سنة 2000، منى اتولدت سنة 2003، ودور بين آدم وعاد علاقة غير مكتملة، ومنى كانت الطرف الثالث في العلاقة من ناحية آدم. إيه رأيكم؟ مملة صح؟ قعدت الكتابة فيها لأنها كانت مملة جدا، وقعدت كتابتها مرة ثالثة عشان أظبط التواريخ فيها، وقعدت كتابتها للمرة الرابعة عشان أعدل شخصية مجدي لأنها شخصية حقيقية ودار بينها صراع ليبي خفيف كده اهوت، فاضطريت إن أنا أظبط فيه حبة حاجات لأنها كانتش ملائمة. وقعدت كتابتها للمرة الخامسة بسبب فيلم بحبك، مش لأن الأحداث متشابهة، أنا كريتيف كده كده، لكن بسبب اللي أنا اتفاجئت من ظهور هدى المفتي لأنها بتشبه ظهور جاسر في الرواية. لا مش في دي، في الرواية اللي أنا كتبتها الأولى. يعني في الفيلم
ما شفناش تامر بيقطع جواب قديم، بيمسح شات، يعمل اي اكشن يدل ان في حاجه تحصل في المستقبل القريب. وانا مش بحلل افلام هنا، محمد طاهر بيعملها هناك. المهم قعدت كتبتها بعد ما وصلت للصفحة 220 فونت 14 على الوورد، ودي كانت مأساة بالنسبة لي لأن أنا ما كنتش لاقي نهاية. كنت ماشي بتسلسل لكل شخصية بس ما كنتش عامل نهاية واضحة لكل شخصية، فتوقفت عن الكتابة سنتين. بعد فترة من العناد مع نفسي ولأني لسه عندي شغف بالكتابة وإن أنا أخلص القصة، كان عندي فكرة تانية لرواية اسمها العذراء، ولحسن الحظ ده لقيت تشابه بين الشخصيات فحبيت إن أنا أدمج الروايتين مع بعض. الملتقى لما خلصتها كنت بادئ من سنة 2000 لحد 2026، لكن الرواية اللي في دماغي كانت محتاجة إن أنا أبدأ قبل الرواية، محتاجة إن أنا أبني على الرواية اللي أنا كنت كاتبها رواية قبلها عشان اقدر امشي بنفس تسلسل الشخصيات ونفس الاحداث اللي انا كاتبها في الجزء اللي خلصته، لان طبيعي مش هرمي اللي انا عملته بس بدات ان انا احسنه. وبدات من سنه 1947. ذاكرت احداث كل شخصيه وبنيت ليها ماضي الخاص بيها، وجمعت على الورق كل حاجه في الاحداث عشان الترابط يبقى قدام عينيا، وعملت لنفسي ديدلاين لمده 6 شهور عشان اقدر انهي القصه. وفعلا جمعت الأحداث مع بعض بمساعدة الكاتبة الكبيرة إسراء عمرو، وأنهيت تحفتي الأولى الملتقى. شكرا إنك كنت معايا عشان نطلع أول نسخة من الرواية، ويا رب أيامك تكون عسولة شبهك. في حاجات تهمك وتهمك في الحلقات الجاية، ما تنسوش السبسكرايب وتفعيل الجرس عشان توصلك كل أبحاثنا الجاية، ويا رب مبسوطين على طول ومودكم لذيذ وأيامكم مليانة لطف. كيب سمايلون وأشوفكم في بحث جديد.